عايزين خروجة تجمع ما بين التاريخ والأكل الحلو وقعدة الروقان؟ يبقى ده مكانكوا الصح. تعالوا معايا النهاردة في جولتنا لشارع المعز، وهنبدأ جولتنا النهاردة قدام تحفة معمارية ملهاش زي جامع الأقمر. عايزة أقولكوا إن ده مش مجرد جامع قديم في المعز، ده أجمل وأقدم واجهة حجرية هتشوفوها في تاريخ القاهرة الفاطمية. وبعدها مشينا شوية ووصلنا لتحفة معمارية تانية، جامع وسبيل وكتاب سليمان السلحدار. المكان هنا بياخدكم لزمن تاني خالص بتفاصيله الجميلة والروح والهدوء اللي موجودة فيه. ودلوقتي بقى وصلنا لواحد من أعظم الآثار الإسلامية في العالم، مجموعة السلطان قلاوون. العظمة هنا والضخامة في البناء بجد تخطف العين وتجبركم تقفوا قدامها وتتأملوا كل شبر فيها. وأكيد طبعا بعد اللف ده كله جوعنا، بس بقى المرة دي أنا قررت أكسر القاعدة وآكل أكلة سمك معتبرة في المعز. وأكيد طبعا كان لازم بعدها نختم اليوم بأحلى كوباية شاي بالنعناع في الأجواء الجميلة دي. جولتنا النهاردة في المعز خلصت، بس الحكايات لسه ما خلصتش. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ومنشن لأصحابكم اللي عايزين تروحوا معاهم الخروجة دي، وكمان تعملوا متابعة عشان تشوفوا حكايات وخروجات تانية كتير من قلب القاهرة. ودائما وأبدا حلوة يا بلدي وناس بلدي.